بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحب أن أتحدث عن ما حصل في ساحة العدل من الأخ عبد الرحمن بن عابد الطويرقي، فبيض الله وجهه وجزاه الله ألف خير. عبد الرحمن بن عابد الطويرقي ما قام بذلك إلا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا كان قصده من ذلك أي مردود سواء معنوي أو مادي أو ولا يطلب الجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى. وما تردد وما نقل في وسائل التواصل الاجتماعي هذا غير صحيح، إن في مبالغ مالية أو غير ذلك، هذا كلام غير صحيح وغير منطقي. عبد الرحمن قام بذلك كرما منه وعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن صاحب مواقف مشرفة سواء مع جماعته أو مع زملائه أو من يعرف عبد الرحمن عن قرب، يعرف أنه ما قام به عبد الرحمن فهو ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ومرضاة والديه، ومن رضي في والديه رضي الله عنه. عبد الرحمن أنا أعرفه وأعرف الأسرة هذه عن قرب، أسرة أهل كرم وأهل شجاعة وأهل علوم غانمة وطيبة معنا ومع جماعتهم، وأنا يربطني فيهم روابط قوية، ونحن وهم أسرة واحدة لا نتفرق. كما أشكر الأخ مستور بن عابد أبو نايف، له تأثير هو وأبنائه بيض الله وجهه. كما أشكر وصل الله بن مشيلح أبو ماجد، له تأثير هو وأبنائه بيض الله وجيههم، أهل عفو وأهل علوم غانمة. كما أشكر كذلك عبد الرحيم أخو عبد الرحمن بيض الله وجهه، له دور في ذلك، وأبناء عمومتهم أبناء عيضة بن عبد الله لهم دور في ذلك، بيض الله وجيههم والله يكرمهم بالعمل الصالح ويصلح لهم الذرية إن شاء الله. كما أشكر الشيخ حمود بن حويمد، له دور في ذلك هو وأبنائه وأخوانه بيض الله وجيههم لهم دور. كما أشكر أيضا الأخ عبد الله الصوفي وأبنائه، والأخ عبد الصوفي وأبنائه، والأخ مطلق بن حريميس وأبنائه، والأخ محمد بن حريميس وأبنائه. كما أشكر جميع الخامس بيض الله وجيههم، بيض الله وجيههم، اللهم اكتب لهم الأجر يا رب العالمين جميعا. هذا ما قام به عبد الرحمن شيء مشرف، ويضرب أروع الأمثال في ذلك في ساحة العدل، والكرم والعفو من شيم الكرام. وهذه أسرة كرماء، أصحاب عفو، أصحاب كرم، أصحاب شجاعة، لأني أعرفهم عن قرب. أما ما أشيع فهذا إشاعة مغرضة ولا نلتفت لها ولا همتنا. احنا نطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فقط، غير ذلك ما نرجو من أحد شيء. كما أصرت قبيلتي قبيلة طويرق على تكريم عبد الرحمن، مشايخ القبيلة يتقدمهم الشيخ عبد الله بن يوسف، الشيخ معيش بن كليب، والشيخ خلف الله الطويرقي، أصروا على تكريم عبد الرحمن من قبلهم. أجره ثبت إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أصرت قبيلة كلها مشايخ وأعيان وأفراد على تكريم عبد الرحمن، وإن شاء الله يحدد لهذا الكلام موعد ويكرم عبد الرحمن ويستاهل التكريم. عبد الرحمن رجل كريم وضرب أروع الأمثلة في ساحة القصاص، ولا نريد من ذلك مفاخرة أو نشر في الإعلام، لا نريد الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا واجب من قبيلة عبد الرحمن أنهم يكرمونه، وأصروا على تكريمه. وهذه القبيلة تتمتع بالكرم والشجاعة ومعروفة عند القبائل الأخرى، وبيض الله وجه عبد الرحمن وكتب له أجر إن شاء الله. اللهم اصلح له المال والذرية يا رب العالمين واكتب له الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.